لو تعرف حد بيكذب فلازم تشوف الفيديو ده. العلم درس مخ الانسان وهو بيكذب، ولو ان الجزء الامامي من المخ القشره الجبهيه الاماميه هو اللي بيشتغل اكتر. ده الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات والتحكم في السلوك، وكمان التخطيط والكذب واخفاء الحقيقه. والاعجب بقى ان من اكتر من 1400 سنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره العلق: الناصية يعني مقدمة الراس، الجبهة يعني، واللي تحتها مباشرة الجزء ده من المخ. ربنا وصف الناصية بالكذب والخطأ. ازاي محمد صلى الله عليه وسلم عرف التفاصيل دي في زمن ما كانش فيه تشريح ولا أجهزة تصوير للمخ؟ والمفاجأة التانية ان نفس المنطقة بيحصل فيها تغيرات مذهلة لما بنسجد في الصلاة. لما بتحط راسك على الأرض بيبقى أخفض من مستوى القلب، فالدم بيجري للمخ بقوة أكبر وبتغذية أفضل. التفكير بيهدى، التوتر بيقل، القلق والخوف بيروح. الصلاة مش مجرد عبادة روتينية، ده تدريب يومي للعقل والقلب على الصدق والهدوء والتوازن. وكل ما تطول في السجود كل ما المنطقة دي بتتغذى أحسن وتبقى أقوى وأهدى. سبحان الله اللي خلقنا وعارف كل سر فينا. لو الكلام ده لمس قلبك شاركه مع حد غالي عليك عشان يستفاد، واعمل فولو عشان نفضل نشارك إعجاز القرآن اللي بيقربنا من ربنا.